زيزو، وانت كان حد يعرفك قبل ما تيجي الزمالك؟ طب ثواني بس، كان حد يعرفك وانت بتلعب في البرتغال؟ كان حد بيعرفك وانت قاعد بتتمرن 6 شهور لوحدك في استاد المنيا؟ كان حد يعرفك؟ محدش كان يعرف. اللي عملك نادي الزمالك، اللي خلى ليك اسم نادي الزمالك، اللي عرفك للناس جمهور نادي الزمالك، اللي وصلك انك تلعب منتخب مصر نادي الزمالك، اللي وصلك انك تاخد بطولات نادي الزمالك، اللي وصلك انك تكون مرشح لاحسن لاعب داخل قاره افريقيا نادي الزمالك. انت مين اللي عملك يا زيزو؟ دلوقتي بتنسى فضل نادي الزمالك عليك وفكك بقى من جو انا بحترم نادي الزمالك وانا بحترم جمهور نادي الزمالك. انت عمرك ولا احترمت ولا صنت جمهور نادي الزمالك. وعلى فكره احنا مش زعلانين منك، مفكر ان انا زعلان منك؟ لا، انا زعلان اللي انا عملتك وزعلان على ثقتي اللي انا اديتها لك، مش زعلان منك. في فرق كبير قوي بين الاثنين، ان انا كنت زعلان منك او ان انا كنت زعلان ان انا اللي عملتك. وبالمعنى الاصح انا زعلان من نفسي اللي انا اللي عملته. وكابتن مصطفى زيزو ابو زيزو، انت بعت واشتريت في ابنك كتير، بس انا بحترمك على فكره. عارف ليه؟ عشان انت كنت واضح من الدقيقه الاولى انت بتدور على الفلوس. لما نادي الزمالك رفض ان هو يدي لك العموله 30 مليون جنيه، دورت على نادي تاني عشان يديك العموله. يبقى انت من الدقيقه الاولى انت بتدور على الفلوس. وبعدين يا زيزو، انت في البيان اللي انت نزلته بالمعنى الحرفي كده انا قلت ده اخر تجديد ليا، معنى كده انك بتدور على الفلوس. انت عايز تقنعني ان انت ما عملتش فلوس من ورا نادي الزمالك؟ عايز تقنعني الاعلانات اللي انت كنت بتعملها في شركه اونيرو او ما كانوش من باب نادي الزمالك؟ ما انت عملت يا زيزو اعلانات ومعاك فلوس. يا عم الله يصلح حالك وربنا يبارك لك فيهم، ده رزقك ورزق عيالك. بس ما تطلعش تكلمني عن انتماء تاني. ما تطلعش السنه اللي فاتت وانت موجود مع عمرو اديب او انت موجود مع ابراهيم فايق وتقول له لا اي حد ممكن يروح الاهلي الا زيزو. انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ عشان نكون فاهمين بس. وكلام الجمهور نادي الزمالك، احنا من الدقيقه الاولى واحنا بنشجع نادي الزمالك، ما بنشجعش لعيبه وما بنشجعش اسماء ولا مجالس ادارات. احنا كنا بنشجع الزمالك في وقت كان في عمرو الصفتي واحمد جعفر واحمد سمير، وكان في لعيبه اصلا ما تلعبش درجه تانية. انا ماشي من عندي مصطفى محمد ومصطفى فتحي وطارق حامد وفرجاني ساسي وامام عاشور وبن شرقي، وبرضه شجعت نادي الزمالك لان انا بشجع نادي الزمالك وما بشجعش اسامي وما بشجعش لعيبه. خلي النقطه ديت في عقلك. عارف انك زعلان ان في لعيب تقيل عندك مشى او ان هو هيروح نادي المنافس ليك، بس مهما كان عمرنا ما هنبطل تشجيع نادي الزمالك. حطها حلقه في ودنك، نادي الزمالك فوق اي حد، يرحل من يرحل ويبقى نادي الزمالك. واخواتي الاهلاويه والله انتوا صعبانين عليا، اقسم بالله العظيم انتوا صعبانين عليا. لما تفكر ان انت تحفل عليا بلاعب مشى من عندي وراح عندك ان دوت بالنسبه لك انتصار. بس هقول لك حاجه والله بجد، والله العظيم يا عم بجد من كل قلبي، انت كنادي اهلي انت مالكش ذنب، لان انت كل السبل بتتوفر لك. هيبقى ليك ذنب في ايه؟ ولا اي حاجه. محدش يزعل من الكلام اللي انا قلته، بس مهما كان احنا تشجيعنا كله بيبقى لنادي الزمالك وبس. سلام.